سلام. إذا كنتي كتعاني من العياء، عدم قدرة على التركيز في رمضان، كتحس براسك تالف، ما عارفش كيفاش تنظم وقتك، كتحس براسك معطل في لا بريباراسيون وبأن الوقت كيداهمك، هاد الفيديو ليك. غادي نعطيكم نصائح وأخطاء اللي أنا شخصيا وقعت فيهم من خلال تجربة شخصية، ونصائح تمنيت كلشي حد عطاهم ليا من شحال هادي. كيف ما كنعرفو كاملين، رمضان واحد الشهر مبارك اللي ربي كينزل فيه البركة في الوقت، ولكن حنا ما كنعرفوش نتعاملوا معاه، ما كنعرفوش كيفاش ننظموا وقتنا، وكيدوزو الايام كنلقاو راسنا معطلين في البريباراسيون ديالنا. لذلك اول حاجه خصك ديرها هي تحيد الوقت اللي فيكس عندك. يعني شنو كنقصد بهذا الشيء؟ غادي تشوف الوقت اللي انت كتقرا فيه، اللي عندك فيه مدرسه، عندك فيه لافاك، غادي تحيدو، هذا وقت فيكس. كذلك الناس اللي كيديروا الرياضه مثلا، وقت ديال لاصال حتى هو وقت فيكس، غادي تحيدو من الاستعمال الزمني الخاص ديالك. وكيف ما كنعرفوا كاملين، رمضان شهر العباده، وكلنا كنبغيو نتقربوا فيه اكثر من الله عز وجل، حتى هذا وقت فيكس. يعني غادي نخصصوا وقت الصلاة، وقت بعد الصلاة مثلا نقراو فيه ما تيسر من القرآن مثلا حزبين باش تكون ختمة كاملة للقرآن الكريم. غادي بعد كل صلاة تقرا ما تيسر من القرآن. وقت التراويح مثلا حتى هو وقت فيكس، وبهذا غادي تكون حيدتي الأوقات اللي فيكس وضروريين دير فيهم هاد الأنشطة. بلا ما نساو الساعات الإضافية مثلا، حتى هما وقت فيكس. يعني كل واحد غادي يشوف على حسب هو الاستعمال الزمني ديالو. يعني ما يمكنش ليك تاخد الاستعمال الزمني ديال شخص اخر وتبغي تطبقو عليك، وهذا خطأ وقعت فيه شخصيا. كل واحد فينا عنده حياة مختلفة، وكل واحد خصو يحط على حسبها استعماله الزمني. العدو اللدود ديالك غادي يكون هو التليفون. كلنا كندوزو اوقات طويله وحنا كنسكروليو ما بين مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، كندوزو من منصه لمنصه، من انستغرام لتيك توك اليوتيوب. وحتى اذا حيدنا التطبيقات او المواقع التواصل الاجتماعي، كنلقاو راسنا كنسكروليو في يوتيوب، في شورتس ديال يوتيوب. وبهذا كنكون وهمنا راسنا اننا تخلصنا من المواقع، وحنا كنلقاو بديل بطريقه او باخرى. لهذا يستحسن اننا نحيدو هاد التطبيقات، ولكن ماشي بطريقه تامه. يعني غادي نخصصوا لهم وقت صغير من النهار ديالنا، حيت بلا ما نكذبوا على راسنا ما نقدروش نحيدوهم 100%. غادي نخصصوا لهم وقت في النهار ديالنا، غادي نشوفوا فيه لي ميساج اللي وصلونا، غادي نتصفحوا فيه شويه ستوريات، راكم عارفين، باش ما غاديش نحسوا براسنا محرومين. حيت الانسان اذا حس براسو محروم دغيا غادي يمل وغادي يرجع للبوان زيرو. السؤال اللي كيبقى مطروح، الوقت اللي شاط لينا شنو غادي نديرو به؟ الوقت اللي شاط لينا او بالاحرى ماشي شاط، وانما الوقت اللي غادي نخصصوه للدراسه ديالنا، الوقت الاساسي من النهار ديالنا، خصوصا الناس اللي مقبلين على الباك الجهوي، جهوي حتى ديال ثالثه اعدادي، او لاي مستوى اجهادي، او اللي عنده اي امتحان مهم قادم. السؤال الاخر هو واش قبل الفطور ولا مورا الفطور؟ هادشي عاوتاني راجع ليك انت هو الوحيد اللي قادر تحكم واش تقدر تقرا مزيان قبل الفطور او لا مورا الفطور. اذا كنتي كتشوف فراسك انك قادر تركز اكثر قبل الفطور وقادر انك تخدم مزيان، فغادي تعطي الوقت ديال قبل الفطور لشي الماده مهمه. اما اذا كنتي كتشوف راسك ما قادرش تركز وكتحس براسك مرخي وعيان، غادي تعطي هذاك الوقت الماده اللي هي ماشي مهمه، ولكن ماده اقل اهميه. نعطي مثال بالنسبه للباك. مثلا اذا كنتي كتحس براسك عيان مول الفطور وما قادرش تقرا، غادي تخصص الوقت قبل من الفطور
لمادة الفلسفة أو مادة اللغة الإنجليزية. غادي تقرأ فيها دروس، تشوف فيها ملخصات، تدرب على الكتابة ديال writings في لونجلي مثلا، تدرب تكتب مواضيع، منهجيات، السؤال، القولة، النص في مادة الفلسفة. هذا فقط مثال. دابا مور الفطور ومور التراويح غادي تخدم المادة كيف ما قلت لكم في الاول. الناس اللي ما قادرينش يخدموا قبل الفطور غادي يخدموا مور الفطور مادة اساسية، مثلا المات، الفيزيك. هنا كتكون قادر اكثر مثلا انك تركز وانك تخدم اكثر. هي مادة كتحتاج تركيز والفهم، لذلك غتخليها الوقت اللي انت قادر انك تخدمها مزيان، وكل واحد فينا عارف راسو. لذلك السر هو التخطيط ليومك. ما يمكنش ليك تبدا نهارك وانت ما عارف شنو غدير فيه. كل نهار خصك تكون عارف المادة اللي غتقرا، الوقت اللي غتخصص ليها، انت شنو عندك فيه نقص باش تقدر انك تصلحه. ما نبقاوش نتحججوا برمضان وبالعيا وبحتال من بعد عاد نديرو. بالعكس، في رمضان كنكونوا خفاف، ما عندناش داك الهم ديال شنو غناكلو شنو غادي نديرو، وربي كينزل فيه واحد البركه اللي حنا للاسف ما كنستشعروهاش، بل بالعكس كنبقاو نعطيو بها اعذار لراسنا. وكيسالي رمضان كنلقاو راسنا معطلين وصافي، كنحسوا براسنا مشى الوقت على لا بريباراسيون. لذلك خصكم تعرفوا انه باقي الوقت. الانسان خصو غير يجمع راسو يبدا يخدم، ورمضان هو احسن فرصه لذلك. فنصيحتي ليكم، نظموا وقتكم، حطوا تو ليست ديال المهام اللي خصكم ديروا، الدروس اللي خصكم تخدموا في كل نهار وفي كل ماده. اختاروا الوقت المناسب لكل ماده، وحاولوا تجلسوا مع راسكم وتفهموا راسكم، وما عمركم تقارنوا راسكم بالاخرين ولا تبغيو تحطوا لراسكم اولا تاخذوا استعمالات زمنيه ناس اخرين، حيت كل واحد فينا مبدل، كل واحد فينا عنده قدرات مختلفه. وهادشي اللي كاين. هادو هما النصائح ديالي ليكم. هدرت معكم انطلاقا من تجربه شخصيه، وعطيتكم نصائح اللي باقا حد الان كنعطيهم لراسي، وكل مره كنفكر بهم في راسي، حيت لابد دائما من تجديد العزائم، حيت الانسان بطبعه كيعيا. لذا جددوا عزائمكم. كانت معكم طالبة الطب محبتي، ورمضان مبارك سعيد عليكم كاملين. ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم، شنو هما المواضيع اللي بغيتوني نهضر لكم عليهم. دمتم في امان الله.